الخيرات والهنا والنعيم عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ازيكم يا غاليين؟ بصوا، هعمل معاكم النهارده حاجه بحبها قوي قوي قوي، حاجه فلاحي كده يعني، من ايام جدتي، وانا بعملها بطريقه جدتي او نص الطريقه طريقه جدتي، والنص التاني انا خليته مودرن شويه. هو ايه؟ زي ما انتم شايفين دوت الكسكسي المصري. عارفه انه بلاد كتير بتعمله، وان هم المغرب والجزائر والتوانسه اخواتنا وحبايبنا بيعملوه بطرق اكيد مختلفه. هم لهم طريقتهم، دي طريقتنا احنا المصري. وخدوا بالكم احنا ممكن نكون بنختلف فيها كمصريين برضو ما بين محافظه والتانيه، بس هو ثابت واساسي، مكوناته هم الاتنين اللي انتوا شايفينهم دول، بس الدقيق والميه. مفيش اكتر من كده مكونات عشان نعمل احلى واطعم طبق كسكسي مصري. زي ما قلت لكم كده، انتوا اكيد لكم طريقتكم، تسلم ايديكم على كل حاجه بتعملوها. انا عن نفسي واحده من الناس بنبهر باطباق الكسكسي اللي انتوا بتعملوها وتزيينكم ليها، تسلم ايديكم. بس دي زي ما بقول لكم كده، ايه، احنا ممكن نكون من محافظه للتانيه تبع مصر وبنعمله بطريقه مختلفه. دي الطريقه اللي انا كده طلعت شفت جدتي بتعملها، الله يرحمها يا رب ويغفر لها. انا من الناس اللي من كتر تعلقي بجدتي او ستي الله يرحمها، وكنت عايشه معاها، فكنت بلقط منها اي حاجه بتعملها، وده اللي خدوا بالكم نفعني كتير في شغل البيت. الله يرحمها يا رب ويسامحها. فمن الحاجات اللي شفتها بتعملها، وعلى فكره مش كل الناس بتعرف تعمل الكسكسي، قليل لما تلاقي حد بيعمل الكسكسي لانه بقى بيتباع جاهز، فالناس بقت بتستسهل ان هو انا اجيبه جاهز. انا من الناس ساعات بعمل كده، بجيبه جاهز لو ما عنديش وقت او مزاجي مش طالب ان انا اعمله. بس انا بقى صراحه كان مزاجي طالب ان انا اعمله، والحكايه كلها كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، نخلته وبس كده، شويه ميه عاديه من الحنفيه، دوبت فيهم معلقه كبيره ملح، ان انا ملحت الميه فقط لا غير. ايه اللي انا بعمله؟ زي ما انتم شايفين كده. اصحاب القلوب الضعيفه بقى ملهاش حل تاني، الكسكسي بيتعمل بالايد يا جماعه، يعني مش عارفه البس جلافز بقى والحركات والحوارات والشوكه والسكينه والحاجات دي مش هتنفع مع الكسكسي خالص. اللي بيعملوه اكيد عارفين اللي انا بقوله ده. الكسكسي لازم ينفرك كده، الدقيق ينفرك بالايد. فاللي انا بعمله ايه؟ زي ما انتم شايفين، انا بحط ايدي، بجيب من الميه برشرش بس بايديا، ايديا اللي بترشرش، يعني بعتمد على ان صوابع ايدي تجيب ميه بسيطه. هتقولوا ليه ما نمسكش مثلا الميه ونكب ونعمل كده؟ لا، هتكومي كلاكيع عجين. احنا مش عايزين عجين، احنا عايزين دقيق مفروك بالميه يدينا زي الرمل المندي. اهو بصوا انا سهلتها لكم، زي شكل الرمل المندي. فهي الحكايه كلها ان انا برشرش من الميه دي بسيط كده. ما ينفعش اكب كده مره واحده بكوبايه او معلقه، مش هينفع. انا برشرش كده بايدي وبمسك الدقيق. بصوا انا بعمل ايه، اكيد واضح ليكم. انا باخد كبشتين في ايديا الاتنين وبفرك الكبشتين كده في بعض، يعني اكيد واضحه. بفرك كبشتين الدقيق في بعض وافرك كده اللي في ايديا وانزله. اكيد انا ضامنه ان ايدي نضيفه، ده انا بعمل حاجه لاولادي في بيتي، مفيش يعني مش حاجه هبيعها في الدكاكين يعني، فلازم هكون ضامنه نظافه الحاجه. بصوا اهو، انا بوريك اهو، بكبش في ايدي الاتنين كبشتين وافركهم الاتنين في بعض، مش بضغط بايدي على الدقيق. انا لو ضغطت بايدي هكوم حبه دقيق مع بعض فهيعمل عجين. بصوا ابتدى لون الدقيق نفسه يصفر شويه، رغم ان انا لا حطيت كركم ولا الكلام ده كله، لا لا، هو هياخد اللون بتاعه. هتشوفوا هيدينا اللون في الاخر، مش هيبقى لونه دقيق طبعا ولا طعمه دقيق، وهيدينا لون الكسكسي المعتاد. بس ده بنوصل له ازاي؟ بالفرق اللي انا بفركه للدقيق ده. ممكن انتي تختصري الخطوه دي وتعمليها في الكبه، بس انا زي ما بقول لكم انا بعمله نص قديم ونص حديث، نص مودرن ونص من ايام جدتي وبطريقه جدتي، فده النص بتاع طريقه جدتي. انما هي الله يرحمها يا رب ويسامحها كانت بتعمل بالعشرة كيلو دقيق، مش كيلو دقيق كده دلع زي اللي احنا بنعمله، وبتعمله من A to Z، من بدايته لنهايته على ايديها. مفيش حاجة اسمها بقى كبة، مفيش حاجة اسمها مكنة، مفيش الكلام ده كله، كله على ايديها بحاجة اسمها غربال كتان. اكيد اللي من الارياف هيعرفوا اللي انا بقوله. وحلة الكسكسي ما كانش زمان في حلة كسكسي كمان، ده كانت بتعمل عجينة وتشبك المصفى في الحلة وتملى الحلة مية، ودي تبقى حلة الكسكسي. فكانوا بيعملوه كله كده صناعة يدوي على ايديهم من بدايته لسوال كله. زي ما انتم شايفين، فضلت افرك في الدقيق بالميه لما ادانا، بصوا بقى مندي. طيب الخطوه دي بقى ابتدينا بقى نخش في شغل المودرن بتاعنا احنا، اللي احنا بنسهل على نفسنا بيه. انا هعمله على مرتين، هضربه في الكبه على مرتين علشان اضمن انه يفرفر وما يبقاش فيه قطع عجين.
تمام. فخلاص بصوا انا بوريكم، انا عندي الحله بتاعه المكرونه اللي هي حله ومصفى قد بعض، فدي هتغنيني عن حله الكسكسي لاني مش عندي صراحه. وجبت بقى تجيبي قماشه شاش، قماشه خفيفه. انا جايبه بصوا قماشه شبيهه بالتل كده شويه او الشيفون. هعمل فيها وانا مخصصاها للكسكسي. فزي ما انتم شايفين ضربته، وريكم قوامه عامل ازاي، عامل شكل البسبوسه كده لما نبتدي نفركها بالسمنه. شفتوا الدنيا بقت ماشيه معانا ازاي، وشفتوا اللون اصلا بقى عامل ازاي. انا طبعا مش بعلم حبايبي اللي بيعرفوا، يعني انا بعلم اللي ما يعرفوش طريقته، لان انا بقول لكم اهو انا عندي اكتر من حد في العيله ما بيعرفوش يعملوه، انا اللي بعرف اعمله الحمد لله، يعني اعوذ بالله من كلمه انا. بصوا بنتي كانت جايه تعمل فقره بس انا قطعت لها نصها. المهم زي ما انتم شايفين حطيته وصريته سره، يعني عملته عقده، مش ضغط عليه قوي ولا حاجه، وحطيته في المصفى. بوريكم ان انا حاطه في الحله نصها ميه والمصفى فوق الحله، ولازم تغطي كويس بغطا، لان هو البخار، احنا معتمدين في الموضوع كله على البخار، هو البخار هو اللي هيسوي الكسكسي بتاعي. ما ينفعش الغطا يبقى موارب كده، انا بوريك لازم الغطا يبقى مقفول ومحكم. تمام. نتابع بقى من وقت للتاني، هنسيبه اول مره قد ايه، قد نص ساعه، ونتابع الميه اللي تحت عشان ما تنشفش مننا، اهم حاجه الميه نص الحله بس. طيب انا دلوقتي ما كانش فات نص ساعه، انا فات ربع ساعه بس، وطلعته اعمل فيه الحركه دي. بصوا البخار، انا طلعت اعمله فيه الحركه دي. بعمل ايه وهو مربوط زي ما هو، مش هفك عليه، بفضل اهبط فيه كده على الرخامه علشان خاطر اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، فاضمن ان كله خد السوا الكامل. وهرجعه احطه على النار كمان ربع ساعه، ويبقى كده خد النص ساعه بتاعته. ممكن انت تستغني عن الحركه دي انك تطلعيه في النص ربع ساعه وكده، بس انا بالنسبه لي ده احسن للسوا، ان اضمن فوق زي تحت. اهو طلعته نفس الصينيه اللي عملت فيها، خلاص ده مش، ده علامات بس مكان الدقيق، ده ما فيهاش دقيق ني ولا حاجه. اهو بصوا طلعته، شايفين البخار، لان هو اصلا بيستوي بالبخار. ولازم تتابعي زي ما قلت لك الميه اللي في الحله نصها بس ميه، مش للاخر عشان ما تبشنليش الكسكسي، وتتابعي عشان ما تنشفش منك. انا هبته كده بس عشان اضمن ان مفيش حاجه لازقه في الشاشه بتاعتي او في التل اللي معايا دوت. وهبتدي بقى انزله من الصينيه. انا برجعه على النار مرتين، في ناس بيعملوه على مره واحده، بس انا زي ما بقول لكم انا بعمل بطريقه جدتي، ما عدا طبعا يعني الحته بتاع الكبه دي عشان نسهل على نفسنا الدنيا شويه، لان هم يا حبيبتي ما كانش فيه بقى الكلام ده وقتها. فكانت جدتي على ما تخلص يوم الكسكسي ده كانت تربط رزق ايديها الاتنين من كتر التعب، من كتر ما فرقت فيه في كل المراحل بتاعته على ايديها لما توصلوا للصوره الاخرانيه بتاعته. بص انا مش قادره احط ايدي، بقول لكم ان هو سخن. ففي الحركه دي مش بتستعملي معلقه، بتستعملي شوكه، لازم شوكه. المعلقه هتكلكعه، انما الشوكه هتفرفره. اللي انا بعمله ده ايه، لو في حتت ماسكه ببعضها، بصوا هي مش معجنه، هي ماسكه ببعضها مكان البخار، بفرفرها كده من بعضها لما اخليه كله يرجع تاني ناعم. ممكن في الحركه دي، في الخطوه دي ترجعيه الكبه تاني تضربيه، بس انا ما بحبش صراحه ارجعه الكبه تاني، لاني بحس انه بينعم زياده عن اللزوم، انا مش بحبه ناعم قوي كده. جبت كمان شويه ميه وملحتهم برضو، بس انا مش هستعمل كل الميه دي. انا هعمل ايه، انا هنديه فقط لا غير، مش زي بقى الخطوه الاولانيه وافرك فيه واقطع فيه والكلام ده، لا لا لا، انا بنديه بس علشان يطرى شويه، علشان لما هيرجع تاني على النار اضمن انه من جوه كل الحبات بتاعته طريه. تمام كده. والميه دي كمان بتساعده انه يبخر اكتر. خلاص. فانا بصوا زي ما انتم شايفين انا نديته بس فقط لا غير، كل دوت والحله بتاعه الميه على النار. وبكملها طبعا زي ما قلت لكم لغايه نصها بكملها، علشان طول وقت السوا يعني طول النص ساعه مش تسيبيها، بص عليها من وقت للتاني عشان ممكن تنشف منك، الميه تنشف، لان هو الحكايه كلها بخار بيسويه. فاحنا ما نستغناش عن الميه اللي في الحله اللي تحت، لان هي اللي هتبخر لي على الكسكسي. فخلاص فركته زي ما انتم شايفين، مش هحط له الزبده ولا اي حاجه دلوقتي، لان زي ما بقول لكم هرجعه كمان مره على النار. حابه انت تسيبيه الساعه كلها على بعضها تمام براحتك وما ترجعهوش تاني، بس انا بالنسبه لي اما بطلعه في النص كده بعد نص ساعه بس وافرفره كده بشويه ميه وارجعه تاني، بيديني نتيجه احلى وافضل. نفس التل بتاعنا او الشاش محطوط في المصفى، هفضي فيه الكسكسي بتاعي كله وعقده العقده المتشينه، وارجعه تاني على الحله على النار علشان ياخد له كمان نص ساعه سوا. اغطي كويس، مش بكتم عليه، انتوا شايفين انا مش بضغط عليه، انا بوريكم ان انا عقده العقده وسايباها مهويه شويه من فوق عشان ما تبقاش ضغط عليه قوي فيمسك كله يعجن في القماشه.
هي تكات بسيطة لو عملناها تطلعي احلى شوية كسكسي. خلاص قعد النص ساعة التانية وطلعته كده، هو استوى بالنسبة لي وبقى زي الفل. في المرحلة دي لو انت بتعملي كمية وحابة تشيلي منه في الفريزر، هتشيليه دلوقتي بعد ما طلعتيه من على النار وبرد، ما تحطيش عليه لا زبدة ولا قشطة ولا اي حاجة، ترجعيه تعينيه في اكياس في الفريزر، واما تطلعيه وتيجي تستعمليه بتحطي له بقى الزبدة وبتحطي اللي انت عايزاه كله. انا هحط اهو، بصوا انا ما عنديش سمنه بلدي، فعملت ايه؟ اديني نفس الافكت بتاع السمنه البلدي. عندي قشطه فلاحي وعندي زبده فلاحي، زبده بقري، وعندي كمان سمنه، فخلطت كله على بعضه اداني ريحه وطعم السمنه البلدي. تمام كده، لان الكسكسي والاكلات الفلاحه عامه ما هي الا سمنه بلدي، يعني عشان تدينا الطعم والريحه اللي بناكلها في الارياف. تمام يا حبايبي، انا بفركه كده بالزبده وهو سخن، فعلى طول بيشربها، لازم وهو سخن، ما ينفعش نسيبه لما يبرد ونعمل الحركه دي. طيب احنا بالنسبه لنا احنا عندنا احنا في بيتنا او في عيلتنا وكده بناكله حادق، مش بناكله حلو. يعني اليوم اللي ببقى عامله فيه كسكسي بيكون عندي بط او لحمه، وبناكله ببط او لحم. انا عملته معاكم قبل كده في رمضان في عزومه بابا واخواتي، واريكم انا بسويه ازاي وبعمل جنبه ايه، ممكن اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. بس احنا مش بناكله حلو، اللي بياكله حلو زي في القاهرة وعنده الحسين والحتت دي في عربيات بتبيعه حلو، بتحطي عليه السكر البودرة والمكسرات وشوية لبن لو عايزة، وبس كده بتاكليه مسكر. انما احنا بالنسبة لنا لا، بناكله حادق. انا بوريك اهو انك ممكن تغريفي في طبق وتحطي عليه حتة القشطة وهو سخن، وتحطي عليه السكر البودرة والمكسرات، والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. شفت عملنا حبة كسكسي زي العسل من كيلو دقيق، لا خدنا وقت ولا خدنا مجهود ولا كلفنا فلوس. كيلو دقيق انا كنت جايباه ب 15 جنيه، انا بشتري كيلو كسكسي جاهز ب 14 جنيه، كيلو كسكسي مش كيلو دقيق بس. خلاص ما تنسونيش في لايك، مع السلامة.